السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربتي. ازيكم يا رجالة، عاملين ايه؟ الفيديو ده كده قلت اعمله على السريع وكنت بغسل المكنة. كنت عايز اشارككم ان انا عديت بالمكنة 50,000 كيلو. والناس كانت دايما بتسألني المكنة دي كويسة ولا مش كويسة، حلوة للشغل ولا مش حلوة للشغل. فتعالوا مع بعض كده نعرف المكنة دي حلوة ولا مش حلوة. اولا كده الحمد لله الحمد لله انا عديت بالمكنة 50,000 كيلو. يعني كده هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده واضحة عندكم 50,964، يعني يعتبر 51,000 كيلو. يعني المفروض ان انا يعني يوم كده واغير الزيت، لان انا الزيت اللي بستخدمه بنزله على الألف. كده منزلة على 1000 كيلو الزيت. كده عديت بالمكنة 50,000 كيلو. طبعا الناس بتسأل عيوب المكنة دي ايه. فالمكنة ديت فيها 3 عيوب المكنة نازلة بيهم، ودول انا اتلفتهم اول ما اشتريتها. اول حاجه كنت قلت طبعا قبل كده في الفيديوهات بتاعتي، يعني المشترك عندي في الفيديو في القناه هيعرف الفيديو اللي عدت بيها 40,000 كيلو او 30,000 كيلو، حاجه زي كده. الفرده اللي ورا هي نازله خامتها تعبانه. فاول ما اشتريتها بعت الفرده اللي فيها وحطيت فرده هندي. يعني زي ما انتم شايفين كده، الفرده اللي فيها فرده ايرو جريب. حطيتها بسم الله ما شاء الله شغاله معايا زي الفل. ده بالنسبة للفرد اللي ورا، ده أول عيب. تاني عيب البلي بتاع الرقبة. برضو أول ما اشتريتها رحت مغير طقم البلي بتاع الرقبة ببلي بتاع بوكسر. برضو الحمد لله ظبط معايا وبقت زي الفل. تالت عيب وهو بينزل في هو مش عيب، بس هو دي ظبطة موتور. يعني أول حاجة ما الناس بتشتريها بتشتكي إن مفيش سحب. يمكن أنا عملت فيديو هتشوفوه في اعلى الشاشة، اسمه عيب خطير في موتور المكنة الفيجوري. هو مش عيب، يعني الناس اول ما اشتروا المكنة ديت لقوا المكنة ما فيهاش سحب ومخنوقة وضعيفة ومش عارف ايه، فكانوا بيبيعوا المكنة. وهو مش عيب، ده كان مجرد بس ظبط. كانت محتاجة تظبط هوا. تخيل كده ان المكنة كانت محتاجة تظبط هوا بس، مش اكتر ولا اقل. لان سحبها الموتور لما كان بيتقفل ما كانوش بيظبطوا هوا في الكربراتير، فجاي دوبك بس كان محتاجين بس ظبط هوا. وده المسمار بتاع ظبط الهوا. المسمار ده مسمار الهوا. طبعا كلكم عارفين ده مسمار ظبط الهوا على الصلنسيل. المكنه لو المسمار ده مقفول للاخر هتبقى مخنوقه، ولما مفتوح للاخر برضه هتبقى تاكل بنزين وهتسخن، وصوت الموتور هيبقى عالي جدا. دول الثلاث عيوب اللي موجودين في المكنه الفيجوري. انا الحمد لله الحمد لله بفضل من ربنا ما لقيتش عيب تاني. والثلاث عيوب دول يعني برضو يا جدعان احنا لازم ناخد بالنا انها انت بتشتري مكنة قيمة مقابل سعر. يعني معلش مكنة زي كده بالمواصفات دي كان في الوقت اللي انا اشتريت بيه انا كنت شاريها في حدود 25,000. فبالنسبة ساعتها المكنة بالمواصفات دي موتور ناعم جدا، موتور زي الفل، شاسيه محمل تمام جدا، ما فيهاش عيوب اللي هي الجوهريه اللي تخلي لا المكنه دي ضعيفه ومش بتستحملش. لا، الله اكبر، المكنه كانت شغاله معايا تمام. وكنت بشتغل بيها يمكن وصلت ساعات 12 ساعه في اليوم و13 ساعه في اليوم. الله اكبر عليها. بس طبعا كنت بريح يعني. فانتوا بصراحه ما تقلقوش من المكنه الفيجوري دي. انا بتكلم عن الفيجوري ال26. خلي بالك الموتور بتاعها الله اكبر عليه. يعني الموتور هو موتور الداين 6. ناعم جدا، قوي، وبسم الله ما شاء الله عليها. يعني مش محتاج ان انت تركب مكنه 200. لا، هو الموتور ده الله اكبر عليه سداد. المكنه شاسيه محمل، قطع غيارها بقت متوفره.
آه، المساعدين الحمد لله ما اشتكتش منهم، مفيش التانك ده برضو من نسيت اقول لكم عليه. التانك آه، بيصدي بسرعة من جوه، بس انا الحمد لله يعني تلفيت العيب دوت ان انا ما بخلوش يفضى. يعني التانك اول باول بخليه مليان بنزين، فالحمد لله برضو مش عيب اللي هو يعيب المكنة قوي، اللي هو لا ما تجيبش الفيجوري مش عارف ايه، لا المكنة صدقوني يا جدعان والله الله اكبر عليها. آه، دي العيوب اللي انا قابلتها في المكنة الفيجوري 26. مميزات بقى بصراحة ثابتة على الطريق. لما غيرت الفردة اللي ورا ما بتعومش مني. ف- بحافظ على الصيانة الدورية بتاعتها، حتى لو ما وديتهاش الميكانيكي انا اللي بفك العجل اللي ورا وقدامه وبشحمه. الاكس اللي في النص بشحمه. المكنة الله اكبر عليها ما فيهاش عيب. اللي عايز يشتري المكنة ديت عشان يشتغل بيها، هي يعتبر بديل البوكسر. البوكسر حلو تمام وهندي وزي الفل وجميل، بس قطع غياره غالية جدا. فانت عشان تجيب يعني انا صادفت ناس كتيرة جدا بتجيب المكنة البوكسر، واول ما بتعطل على حاجة او بتبقى محتاجة قطع غيار، بتجيب قطع غيار البوكسر الصيني وقطع غيار البديلة، بدل ما يجيبها اصلي من توكيل لا بيجيبها صيني. طب ما انا اللي يخليني اجيب مكنة هندي وارجع لما اعطل على حاجة احط قطع غيار صيني؟ طب ما انا اجيب مكنة صيني وخلاص بقى، يبقى اسمي بس شاري مكنة بوكسر على الفاضي. فده عيب البوكسر. آه، بالنسبة لي برضو يعني أي حد شايف إن المكنة ديت قابلته فيها مشاكل أو أعطال أو أي حاجة يسيب لي في التعليقات كده العطل اللي قابله في الفيجور ال26، وأشوف لو أقدر أفيده وأحله له. أنا تحت أمر. ودايما أشوفكم بخير كده وربنا يحفظكم، وأي حد محتاج أي حاجة يسيب لي في التعليقات. وآسف جدا لو أنا اتأخرت على حد في الرد بسبب والله شغله او الشغل، بس اول والله ما بلاقي التعليق او الاستفسار بحاول ارد عليه في اقرب فرصة. واشوفكم بخير دايما يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله.